ألف مبروك للنادي الأهلي وعشاق النادي الأهلي. مباراة غير مفهومة بالمرة، فوز درامي في مباراة درامية للنادي الأهلي. وسبحان الله لا تخرج قبل أن تقولها سبحان الله، اللي جايب الجون وعامل أسيست المكسب موديست، أنطونيو موديست. حلل المليون ونص دولار. أنا كأهلاوي يا عم مبروك عليك، حلال عليك والله. أقول لك على حاجة، اقعد معانا الست شهور الجايين ما تمشيش في يناير، اقعد على علينا ما تعملش أي حاجة. الف مبروك والله يا عم، انت جبت لنا بطوله يا راجل. انت مش متخيل انت عملت ايه دلوقتي. لو كان عايز يرقص بعد ما جاب الجون والاسيست والبتاع بقى، الثقه رجعت بقى. مباراه غير مفهومه بالمره، لا كولر فاهم اذا كان هو عمل اللي هو عاوزه من المباراه، ولا الراجل صاحب مورينيو التاني ده برضه فاهم اذا كان خد اللي هو عايزه من المباراه. ما حدش فاهم، ولا اللعيبه نفسها فاهمه اذا كانت هي عملت اللي هي عايزاه ولا لا. فما بالك بالجمهور. احنا اصلا انا دلوقتي مش عارف انا المفروض أنا افرح دلوقتي ولا ازعل ولا اتضايق. طب انا اعمل ايه؟ بس المتاكد منه ان دي مباراه نهائي ومباراه كاس. انا خدت الكاس، انا كسبت السوبر، حقي افرح دلوقتي. مباراه الكؤوس زي ما بنقول بتكسب ولا تلعب. مباراه كشكل فني وبشكل عام مباراه جيده من النادي الاهلي برغم كل اللي حصل فيها، لانه في الاخر يتحسب للنادي الاهلي. ما هو فكره ان انت تضيع من ايدك المباراه وتعرف ترجعها تاني، ما هو ده شخصيه النادي الاهلي. انت صعبت الموضوع على نفسك وعلى لعيبتك، واللعيبه بتاعتك الاساسيه خلاص خرجت. فكون انك ترجع بلعيبه غير اساسيه، بترجع في الاجواء الصعبه دي، في الضغوط اللي زادت عليك، في اصلا انت مش عارف هتجيب الجون ازاي. يعني الشكل بتاعك خلاص. طب انت في الشوط الاول وفي الشوط الثاني انت راجل دلوقتي كنت بتلعب بشكل وليك شكل، واللاعيبه الاساسيه اللي معاك حافظه ادوارها. انت كنت بتلعب على المغمض حرفيا، كنت بتلعب بشكل مباشر على جنش. انت كنت عارف انت بتعمل ايه، زي ما بقول كنت بتلعب على المغمض، وكنت عايز تخلص وضغط شرس من اول دقيقه جون لحد ما جبت الجون الاول بكهربا. وابتدى بعد كده نشوف لا مركزيه في الاداء، حسين الشحات يجي مكان بيرستاو. حتى الجون اللي جابه حسين الشحات جابه من لا مركزيه، كان كهربا هو اللي ناحيه اليمين وحسين الشحات في النص، وكهربا عمل له الاسيست ثرو لوز عنب. صباح الفل، جون جميل جدا. فاذا النادي الاهلي بشكل فني انت عملت اللي انت عايزه في الشوط الاول. ليه؟ عشان تريح لعيبتك في الشوط الثاني. ما هو اللعيبه اللي هتكمل معاك في الشوط الثاني دي انت مش عايز توصل بهم اشواط اضافيه. ما هو انا مش هدخل اشواط اضافيه وادخل ضربات جزاء مع جنش ومع اصحابه. مش بس كده، لا، انا الضغوط كلها عليا، على النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي. انا شفت الماتش اللي فات، ماتش بيراميدز وفيوتشر، احنا شفنا تقريبا 570 ضربه جزاء اتلعبت، 570 بنالتي، ومفيش حد كان بيضيع. ليه؟ لان اللعيبه اللي دخلوا شوط مفيش عليها ضغوط. انا لو ما جبتش ضربه الجزاء دي وخسرنا ايه يعني؟ صباح الفل. سالم الشمس هيعمل لي ايه؟ مفيش جمهور، مفيش حد يضغطك، صباح الفل. لكن انا دلوقتي النادي الاهلي انت داخل الجمهور ده كله مرهون فرحته بضربه الجزاء او بالكره اللي انت هتلمسها برجلك دي او هتشوطها. فالضغوط كلها عليك انت، زائد ان الطرف الاضعف في المباراه او المتوقع ان هو يخسر هو فيوتشر، فبالنسبه له مفيش عليه اي ضغوط. انا لو كسبت انا كده عملت معجزه، معجزه كرويه. لكن انا لو خسرت ايه يعني؟ ما ده المتوقع، خسرت من النادي الاهلي. انت داخل عليك الضغوط كلها. فطبعا فكره ان انا ادخل ضربات جزاء وركلات ترجيح دي بالنسبه لي فكره منعدمه تماما. انا لما مجرد ان احنا وصلنا لها في الاشواط الاضافيه انا كنت مرعوب من فكره زي كده اصلا. كولر خد من المباراه اللي هو عاوزه، قال لك انا هوصل الشوط الثاني هريح لعيبتي هنايم وفعلا المباراه نامت منا لحد ما جه مصطفى شوبير. انا مش عايز اقسو على مصطفى شوبير، اكيد هو غلطان، لكن في حاله زي دي انت الغلطان عارف ان هو غلطان، انت هتقعد تدوس وتزيد عليه؟ اكيد لا. وخصوصا ان مصطفى شوبير عنده مؤشرات بتقول لك انه لعيب كويس، ولاعيب بيلعب برجله كويس، واي لعيب مكانه معرض لخطأ زي كده. وخصوصا حاله الفرقه بشكل عام كلها نامت. حتى الباص بتاع محمد عبد المنعم نفسه هو بنايم المباراه بدي. محمد عبد المنعم غلط في كوره قبلها او قبل الكوره دي، كان احمد عاطف بيجري الكوره فعبد المنعم مهد السرعه بتاعته بكل ثقه، اللي هو انا كده قافل عليك وهضغط في اي وقت وهجيبه. والثقه بتاعته خانته. ليه؟ لانه خلاص هدى رتم المباراه نفسه نام، والريتم بتاع فيوتشر هدى، ما يوحيش ليك ان في اي خطوره عليك. فبالتالي انا مش عايز الوم على مصطفى شوبير. الفرقه اصلا كلها بشكل عام كان خلاص الموضوع بالنسبه لها شبه منتهي او محسوم. واي حارس مكان مصطفى شوبير كان ممكن يغلط. يعني محمد الشناوي غلط نفس الغلطه دي. وده اللي احنا بنقوله، الحارس اللي موجود في ماتش زي كده بيبقى حارس خبره. ليه؟ لان انت ممكن تبقى نايم وفرقتك نايمه وخلاص الماتش منتهي بالنسبه لك، ويجي عليك كوره واحده بس، فلازم تبقى فايق. عشان كده كان في بعض التقييمات بدوا للحراس 9 من 10 أو حتى رجل مباراة، حاجات زي كده. الخلاصة والقصد ألف مبروك للنادي الأهلي. الفرقة بشكل عام كون إن أنت تقدر، فأنت قدرت ترجع بشخصية وبروح النادي الأهلي. وأستقل بكلمة شخصية أو روح النادي الأهلي، لا، بدليل إن النهارده فيوتشر لما دخل في الجون دخل في الجون التاني على طول وما رجعش. ليه؟ كون إن أنت تقدر ترجع فدي مش حاجة سهلة. يتعمل عليك ريمونتادا والمعنويات ما تروحش من عندك، دي مش حاجة سهلة إطلاقا. إنك ما تسلمش وأنت عارف إن أنت ممكن يرتد عليك مرتدة تخلص كل طموحاتك واحلامك، وبرضه ما تخافش وتفضل تهاجم. فهي دي الشخصيه، هي دي شخصيه النادي الاهلي، هي دي روح النادي الاهلي.
بالرغم من ان اللعيبه اللي بتلعب معاك دلوقتي مش لعيبه اساسيه، واللعيبه الاساسيه خلاص خرج، ولكن هي دي شخصيته، وهي دي لعيبه النادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي، ربنا يوفق النادي الاهلي في اللي جاي في الدوري، ربنا يوفق النادي الاهلي، والف مبروك وشكرا.